السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هكلمكم عن سيرم وتجربتي بمنتهى الصراحة. السيرم ده أنا الأول كنت شايفة إنه مش لبشرتي أصلا، مش عذرا، كنت لسه هكلمكم في فيديو البشرة وحصل لخبطة. كنت شايفة الأول إنه مش لشعري أو مش خاص بنوع شعري، أو إن أنا مش من الناس اللي محتاجة إن أنا أشتريه لأني مش عاملة شعري حاجة، فده للناس اللي عاملة بروتين أو الناس اوريدي اللي دافعة مبلغ في شعرها فهتدفع مبلغ في سيرم زي ده بمنتهى الصراحة والوضوح. بس بعد ما جربته طلع نينجا. انا حاليا ما اقدرش استغنى عنه، يعني انا بقالي شهرين بستخدمه. عايزه اقول لكم، شايفين الكميه الصغيره اللي فاضيه تحت دي استخدامي في الشهرين. يعني متخيلين انا بالنسبه لي السيرم ده بقى حياه، اللي هو حرفيا هيكفيني سنه او اكتر من سنه بالشكل ده، وفي نفس الوقت رهيب بجد على شعري. هكلمكم عن كل حاجه بالتفصيل دلوقتي. مبدئيا هو مشهور جدا ومعروف جدا نوع السيرم ده ان هو مخصص لاي حد عامل بروتين او كرياتين او كولاجين ايا كان ايه الخاص بالشعر. اسفه اني وقفت الفيديو اللي فات، فمش عارفه وقفنا فين بالظبط، بس كنت بقول لكم ان السيرم ده في وجهه نظري ان هو غالي شويه ب 500 جنيه، وانه مخصص بس للناس اللي عامله شعرها فرد، سواء بروتين كولاجين، بروتين او كرياتين او كولاجين او اي نوع فرد، يعني العنايه بالبشره وما ينفعش معاها الانواع العاديه. لكن قررت ان انا اجيبه من كتر الريفيوهات بجد اللي عليه، وقد ايه انه نقطة واحدة من السيرم ده على الشعر فعلا بيديله ترطيب وهمي وما بيخليش فيها هشان، حاجة كده وهم بجد. ما كنتش مصدقة او مستوعبة كل الحاجات دي لحد ما قلت خلاص انا هجيبه واجربه. دلوقتي انا بقالي شهرين او شهر ونص بالظبط، شهر ونص بالظبط بستخدمه. دي الكمية اللي خلصت مني في شهر ونص، لان كل ما نخلص الجزء ده بيطلع لفوق كده. دي ميزة كمان على فكرة، ان النظام بتاع العبوة ان احنا هنخلص لحد اخر نقطة فيها. سعرها مش مكتوب، انا كنت طالباها من على امازون. بجد السيرم ده رهيب جدا جدا جدا. اول مرة اخد بالي ان هو منعم ومضاد للتجاعيد، دي اول مرة اخد بالي منها حالا. هو انا شعري الحمد لله ستريت، فكان بالنسبة لي هو بينعم الشعر جدا 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 وبيرطبه جدا. وحرفيا انا ممكن اكون بحطه بعد كل شاور، مش بشكل يومي، نقطتين بس منه رهيبة على الشعر. ما بقتش متخيله شكل شعري من غيره او من غير الترطيب اللي هو بيعمله. يعني حرفيا بتخلصي شاور وتنشفي شعرك وتحطيه عليه على طول، هتقعدي بقى لو قعدتي اسبوع كامل ما غسلتيش شعرك مفيش اي مشكله خالص، هيفضل بجد رهيب على الشعر ومرطب وشعرك ناعم ومفيهوش اي هشان. فبجد انصح اي حد ان هو يجرب السيرم ده من جماله، ومفيش اي فلوس بجد تساويه. يعني حتى لو كان سعره اغلى بالكميه اللي انا بستخدمها، ان دي بس في شهر ونص، يا بلاش. وده معناه ان هو فعلا ممكن يقعد معايا السنه. في حاجه كده واو. اكتبوا لي لو انتوا جربتوه ايه رايكم فيه، وايه الانواع التانية او البدائل الرخيصه اللي ممكن تستخدموها للشعر. بصراحه انا جربت بدائل كتير جدا كانت اقل في السعر، بحكم ان انا كنت شايفه ان ده لفئه ناس معينه عامله شعرها. جربت انواع رخيصه ما كانتش حلوه خالص نتيجته بجد نقطه واحده واو. انا لحد دلوقتي مش مستوعبه، يعني ان شاء الله ان شاء الله مكمله عليه تقريبا، مع اعتقد هو بقى من مفضلاتي خلاص، مش هتنقل لاي نوع سيرم تاني. اكتبوا لي ايه تجربتكم معاه، وايه افضل سيرم تاني انتوا جربتوه وحابين ان احنا نجربه مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.